أهلا بكم في حلقة جديدة من الموسم الجديد من أمنية، وإن تحققت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. تظهر السيدة فيديو وبتكون متضايقة جدا من الأولاد عشان عاملين دوشة، والجدة نايمة تعبانة. فبتقول لها الصوت أكيد مش هيطلع فوق، انت ليه متضايقة وبتزعقي لهم ليه؟ بتقول لها انت أصلا مش قلقانة على أمي، انت سمعتي كلام من أبيرة وما دخلتيش حتى تطمني عليه. أرمان بيقول لي فيديا انت بس متوترة عشان قلقانة كمان على روهيت. بتقول له انت مفيش مشاعر أصلا جواك، انت ما تصلحش كمان ولا أب ولا كمان زوج. كمان بيكون متضايق وشايفهم وهما بيتشاجروا مع بعض، ويفتكر لما روحيت كان بيسمعهم وكان بيبقى حزين. أرمان كان بيحاول يهون عليه ويحط له سماعة عشان ما يسمعش المشاكل دي كلها، وكان أرمان بيسمع كل الكلام بس بيحاول يستحمل، لكن أخوه الصغير مش هيقدر يستحمل زيه. الاتنين بيتشاجروا جامد مع بعض وبيتكلموا على الحاجات القديمة مع بعض، وكمان مش هاممهم من الأولاد موجودين. هيرا بتحاول تتدخل بس بتفتكر كلام أرمان ليها لما قال لها ما تتدخليش ما بين العيلة. أم روحي إن هي تتدخل وتهدي شوية السيدة فيديا. أرمان بيكون متضايق جدا وبيخرج من المنزل. أميرة بتشوفه وبتخرج وراه. أرمان بيكون في حالة صعبة جدا وبيفتكر روهيت لما كان بيكلمه عن الثقة، وكان بيكلمه بطريقة وحشة وحس إن هو عارف حاجة عن روحي. بيفتكر كمان الجدة لما كانت واقعة في الأرض وكل المشاكل اللي حصلت مؤخرا في العيلة. بيحط إيده على صدره ومش قادر يتنفس خالص. أميرة بتشوفه وبتحاول تساعده وبتهديه، تقول له اهدى وخد نفس عميق، انت دلوقتي كويس. بيبص لها بكل غباء وبيقول لها انت سبب في كل ده، انا ندمان ان انا جبتك هنا. فاكر كلام جدته لما اتكلموا عليها وقالوا هي سبب في كل المشاكل دي، وهي سبب كمان ان روهيت مشى من المنزل. بيطلع كل غضبه فيها وبيقول لها انت السبب، انا ايه اللي عملته؟ انا ندمان ان انا خدت قرار وخليتك انت وكمان مسؤوليتي. ما ينفعش ان انا كنت جبتك هنا، قرار ان انا اجيبك هنا قرار خاطئ جدا. اميره بتصدم من كلامه وبتبعد عنه وبتمشي. بتروح على غرفتها وبتمسك صورة مامتها وبتقول لها أنا آسفة مش هحقق لك طلبك اللي أنت عايزاه الأخير، أنا أهم حاجة عندي يا أمي كرامتي. أنا اتهنت في البيت ده كتير يا أمي، أنا استحملت كل ده عشان خاطرك أنت، بس معلش أنا مش هقدر أحقق لك طلبك. استحملت كتير عشانك، بس أنت تعرفيش هم قالوا لي إيه؟ هم كمان بيشككوا في تربيتك يا أمي، وأدام الموضوع جاي لغاية عندك أنت يبقى خلاص. أميرة بتكون منهارة من كتر العياط وبتلم كتابها وبتلم كمان هدومها وكل حاجة في الشنطة، وبتقول لنفسها لا ما تعيطيش خليكي قوية، الناس دول مش هيقدروا دموعك، ما تتعبيش نفسك على الفاضي. وبتخرج من الغرفة فاكر كل الكلام الوحش اللي هم قالوه عليها وازاي هم كانوا بيهاجموها ومش بيحبوها، بيرموا عليها كل الاتهامات اللي بتحصل في المنزل، حتى روهيت لما مشى كمان. انت كمان قد ايه كانت بتكرهها، هي كانت فاكره ارمان هيدافع عنها بس هو كمان كان ضدها. بكل حظ وماسكه شنطتها التقيله وبتتحامل عشان تخرج من المنزل وتخرج من الضغوط كلها اللي بتحصل لها. قد ايه كانت منهاره من كلامهم، وكمان ارمان موقفش معاها وهو كمان كان بيجرحها ومش عايزها تتكلم خالص. بتقف قدام المنزل وتبص للمنزل قوي وبتقول انا اكيد هرتاح، بس انا قلت اللي انا هدور على روهيت وانا همشي من غير ما ادور عليه. بتطمن نفسها بتقول هو بابا من الشرطة اكيد هيلاقيه، بس بتفتكر الجدة ان هي خدت الصندوق بتاع مامتها وبتقول طب انا همشي ازاي وصندوق امي هاخده امتى. وفجأة بتبص على العربية وبيجيلها فكرة، بتسيب شنطها وبتجري على بابا ارمان. بيكون بيتكلم في التليفون بيحاول يلاقي ابنه، وبرضك مش لاقيينه حتى كاميرات مش واضح فيها. لما بيشوف أبيرة بيقول انا لسه معرفتش حاجة، لما اعرف حاجة هقولها لك. أبيرة بتقول انا عندي فكرة، احنا لازم نشوف العربية راحت فين ونشوف طريقها من على الكمبيوتر. لا فكرة جيدة، وفعلا بيعملوا كده وبيعرفوا هو راح فين، وبيجيبوا رقم الفندق كمان. وهي بسرعة بتعمل كده وهو بيكون معجب بيها جدا. بتجيب رقم الفندق وبتتصل بيهم وبتعمل نفسها شرطية. بابا أرمان بيبص لها أوي بتقول له سامحني لازم أعمل كده عشان آخد البيانات. قول لهم على اسم وشوية وبيقولوا لها فعلا هو موجود من عندنا من امبارح. تكون فرحانة جدا أبيرة ومش مصدقة إن هي لقيته. بتقول لها ممكن تخليه يكلمني. بيظهر روهيت وهو في الغرفة وبيحضر هدومه، وبيكون زعلان جدا وأهله كلهم وحشينه. قد إيه مامته وجدته بيحبوه جدا، وكمان أرمان بيحبه جدا ومش هيتخلى عنه. راحة كمان بسعادته عشان هو يبقى سعيد. تليفون الغرفة بيرن وبيرد وبيلاقي أبهيرة، مش مصدق إن هو بيسمعها وعايز يقفل السكة. بتقوله أرجوك ما تقفلش اسمعني بس، انت عارف من ساعة ما انت مشيت الكل حزين في المنزل، وكمان الجدة تعبت جدا ومعلقين لها كمان المحلول، ومامتك ما بطلتش عياط، وكمان أرمان بيدور عليك وهو حزين جدا عشانك. مهما كانت المشكلة احنا هنحلها مع بعض، أرجوك تعالى عشان خاطر روحي وعشان خاطر عيلتك. لقيته وهو بيكلمها بيفتكر روحي وحبها لأرمان. هيرا بتقوله أرجوك قول نعم وتعالى على المنزل. طب رد عليا ألو، بيكون الخط اتقطع. أرمان بيكون فرحان جدا وبيقول لأبيرا انت لقيتي أخويا؟ فيديا بتقول لها بجد لقيتي أرمان؟ طب هو قالك ايه؟ اتكلم في ايه؟ فجأة الجدة بتصرخ وبتنزل بتجري بتقول روهيت بعتلي رسالة بعتلي رسالة. الكل بيكون فرحان وهي زي الطفلة صغيرة بتجري وكانت هتقع، بس أبيرة مسكتها هي وأرمان. الجدة بتكون سعيدة جدا وفرحانة إن هو بعت لها رسالة. كلها بتكون فرحانة أكيد هو كده كويس. يا فدية روهيت بعتلي رسالة بعتلي رسالة. فدية بتقول لها طب كتبلك ايه؟ قالت لها أنا من كتر فرحي نسيت اللي أنا أقراها.
فيديو بتكون متأثرة جدا وبتعيط، بتقولها طب اقريها يا أمي اقريها. رهيد بتأسف لهم في الرسالة وبيقول لهم أنا آسف جدا إن أنا مشيت من غير ما أقول لكم. عارف إن أنتوا بتحبوني جدا زي ما أنا بحبكم، يا ريت ما تلوموش نفسكم ولا تلوموا على بعضكم. كل بيبص على أبيرة اللي هم تهموها إن هي السبب. كمل وبيقول لهم كان قراري إن أنا أمشي من البيت زي ما يبقى قراري لما أرجع أحكي لكم كل حاجة وأقول لكم أنا مشيت ليه. المهم بيكون قلقان جدا هو وروحي لا يكون اللي في دماغهم هو اللي حصل. انت بتكون فرحانة جدا بتقول لروهيت هيرجع. مامته بتقول هيرجع وانا همسكه مش هخليه يروح في اي حتة تاني. انت بتكون سرحانة. ابنها بيقول لها انت سرحانة في ايه؟ قالت له انا عايزة اعرف ايه السبب اللي خلى روهيت يسيب البيت ويمشي. هي بتكون فرحانة جدا وبتقرب من روحي وبتفضل تحضنها منها كمان وبتقول لها روهيت هيرجع. أبيرة بتبص عليهم وبتخاف تحسدهم. بيظهر روهيت بيكون في المعبد وبيتمنى لاخوه السعادة وبيكلم الكاهن والكاهن بيقول له خد الأوراق أنا خليت بركة الآلهة عليها. يمسك الورق وبيشكر الكاهن وبيتمنى حياة سعيدة لأخوه مع روحي. روهيت بيقول أنا مش عارف علاقة أخي بأبيرة، هي علاقة مساومة. أكيد لما يرجعوا لبعض هو وروحي أبيرة هتكون مبسوطة تبتدي حياة جديدة لوحدها. أتمنى أهله لما يعرفوا موضوع أرمان وروحي يتفهموا الموضوع. مفيش حاجة تقف قدام حبهم تاني. أبيرة وبتقول أنا هودع الجميع وهرحل. بتخش بتلاقي أرمان كاتب لها ورق كتير بيتأسف لها فيه. بيهمهاش برضك وعايزة تمشي كاتب لها آسف جدا ما بيهمهاش برضك. كاتب لها أنا حمار بتقول له انت. يقول لها عاقبيني زي ما انت عايزة. مسك الشنطة وعايزة تضربه بيها. مشاغبة جدا برضك يا أبهيرة. شنطة بتلاقيش هدومها فيها وكاتب لها سوري كتير قوي. تحاول ترجع هدومها تاني في الشنطة وبتقول له أنا لازم أمشي. بيقول لها أرجوكي ما تزعليش مني. قالت له استحالة أقعد أنا ما عنديش غير كرامتي وأنت هنتني كتير. رومان بيقول لها سامحيني أنا كنت مضغوط جدا لما روهيت مشى وجدتي كمان كانت تعبانة معرفش أنا كنت بقول إيه. يا ريت تسامحيني. ميرا بتقول له أنا لو مهمة عندك ومش عايزني أبكي ما كنتش زعلتني خالص وخلتني مبسوطة على طول. لازم أمشي من البيت ده عشان كلهم يبقوا سعداء. أنا السبب في كل المشاكل طب أنا همشي وخليكم انتوا بقى مرتاحين من غيري. أرمان بيحاول يكلمها بأي طريقة ويقنعها بس هي مش عايزة. بيقول لها طب أعمل لك دجاجة طب أكتب لك أي حاجة أرجوكي ما تسيبيش البيت وتمشي. بهيرة بتطلع كل اللي في قلبها بتقول له أنت متعرفش يعني إيه تبقى وحيد في بيت كله بيكرهك وهتبقى عبء على حد كمان. الكل بيبقى ضده وبيحمله كل حاجة غلط بتحصل. حتى يوم العيد سبتوني لوحدي في الأوضة واحتفلتوا كلكم مع بعض. أنا كنت مستحملة كل ده عشان خاطر أنت بتساندني وهتقف جنبي وقلت على طول أنت هتدافع عني بس للأسف أنا كنت فاهمة غلط. أنت كمان هاجمتني زيهم. خلاص يا أرمان أنا مش هاقدر أقعد ولا أستحمل الإهانة اللي كل يوم باتهانها من أهلك. أنا لازم أمشي. ما عنديش فلوس ولا بيت ولا كمان عيلة بس عندي كرامة لازم أحافظ عليها عشان أحافظ على هويتي. تيجي تمشي وهو بيمسكها من الشنطة بيقولها أنا وعدت السيدة أكشارة بتقوله مش عايزة أتكلم في الموضوع ده كتير. أمي لو هنا مش هتستحمل الإهانة دي كلها وكانت هتقولي امشي. فرصة تانية بتقوله سيبي الشنطة بيقولها أرجوكي اقعدي وما تمشيش. طب عاقبيني بأي حاجة بتقوله طب تمام. عاجبك طب ماشي. بتمسك البلاستر وبتوقفه بتفضل تلزق البلاستر بيقولها انت بتعملي ايه. وكمان بتعمل كده في ايده. بيقولها انت بتعملي ايه بتقوله عشان ما تقدرش تسابقني وتسيبني امشي. كمان بيقولها ايه اللي انت بتعمليه مره دبابيس ومره كمان لزق. انت غريبه جدا. وبتيجي تمشي بتلاقي نفسها لزقت ايديها هي كمان وقريبه منه جدا. تستغرب وتتضايق جدا أبيرة. بيقولها انت بتعملي ايه بتقوله بحاول اجيب المقص. بيقولها الناحيه التانية بتحاول تجيب المقص بس مش عارفه تجيبه وبيبصوا لبعض قوي بكل رومانسيه. طب ما خلاص تحبوا بعض وتخلصونا. لا ايه يا أبيرة انا بقولك يا سارة وانتي بتروحي يمين. انتي برضو غريبة في الموقف ده. أبيرة بتجيب المقص وبتفك نفسها وبتقوله لازم امشي بيقول لها لا ما تمشيش. بتجري وتسيبه وهو مش عارف يتحرك. تاخد شنطتها وبتخرج من الغرفة وبتتفاجئ بالسيدة فيديا هي جاية عليها. تشوفها بتسيب الشنطة في الأرض. السيدة فيديا بتكون جاية وجايبة لها صندوق بتاع مامتها وبتبص على الشنط وهي مستغربة ايه اللي بيحصل. أرمان بيعرف يفك نفسه وبيطلع لها وبيترجاها ان هي ما تمشيش. ومامته بتبص لها قوي بيكون جايبه الصندوق. أبيرة بتبص للصندوق بتقول لها ليه قالت لها بتحضن أبيرة الصندوق وهي بتعيط جامد. السيدة فادية بتضم ايديها وبتحاول تعتذر لها. أبيرة بتقول لها ما تعتذريش. المهم صندوق أمي معايا كل حاجة هتبقى بخير. السيدة فادية بتقول لها لا لازم اعتذر لك. أنا مامة روهيد بعد ما مشى أنا مش عارفة ايه اللي حصل لي وقلتلك الكلام اللي قلته ده ازاي. بتبص على شنطة أبيرة وبتقول لها قبل ما تاخدي القرار الكبير ده اديني أنا وأرمان فرصة ان احنا نصلح كل اللي احنا عملناه. أرجوكي يا أبيرة فكري في اللي أنا بقولك عليه. وأروهي بتزر وهي فرحانة جدا وبتقول لجدتها قولي لجدي اللي روهيت راجع تاني. روهي بتشوف الشنط اللي محضراها أبيرة وبتعرف اللي هي ماشية وبتدخل وبتسألها انتي هتمشي. بتقول لها أيوة همشي. بتقول لها سبب أرمان قالت لها بتقول لها طب قولي لي سبب واحد يخليكي تعيشي في المنزل هنا. بتفكر قوي أبيرة. بتقول لها مش عارفة بس العيلة دي مش سيئة زي ما أنا فاكرة لو كانت سيئة كان مش هيبقى عندي في مشكلة إن أنا أمشي. تبكين وبيخليني كمان مرتبكة.
أرمان ومامته وباباه وبيكون جايب دراجة جديدة لرهيت، مامته بتقول له هتعجبه؟ قال لها أكيد هتعجبه، أنا بقى لي 6 شهور باحاول أجيبها له، أول ما يشوفها هيتجنن بيها من فرحته. بتقول له: هي جميلة عشان منك أنت يا حبيبي، أنا عايزة أشوف رهيت وهو سعيد بيها. ويكونوا بيزوقوها عشانه وبيحطوا فيها شرايط شكلها جميل جدا وزهور. كده بتقول له روحي بصي كده زي ما أنا قلت لك من شوية كانوا بيتشاجروا، دلوقتي بصي بيتعاملوا ازاي وفرحانين جدا. أكيد مامة أرمان عندها حق، أنا ما شفتش غير علاقة واحدة في حياتي عشان كده أنا مش فاهمة علاقتهم. هي بتقول لها مش بعدد العلاقات يا أبهيرة، بعمق العلاقة. قام بيقول لمامته يا ريت لما يجي روهيت ما تفضليش تسأليه كتير عشان ما يتضايقش. مامته بتقول له حاضر يا سيدي. بتبص أوي روهي بتقول لها أنتِ مَلِكة جمال، بس أنا عايزة أقول لِك على حاجة، لمّا روهيتِ يرجع لازم تبقي في أحسن صورِك كمان، أنا مش عايزة أتدخّل ما بينكم بس أنا حاسة إن علاقتكم فيها مشاكل شوية، هو أكيد ماشي عشان في حاجة مضايقاه، أنا عايزاكِ أنتِ تقفي جنبه وتبقي أنتِ سنده. بتقول لها خدتِ قرار هتمشي والّا لأ؟ أبيرة بتقول لها أنا عايزاكِ تساعديني عشان آخد القرار، تلعبي معايا لعبة كنت بالعبها أنا وماما لمّا كنا مش عارفين ناخد القرار. بتقول لها إزاي تاخدي قرار كبير في حياتِك كده بلعبة؟ بتقول لها الحياة بتاخد القرار بدالنا، فممكن ناخد قرارنا إحنا لوحدينا حتى لو بلعبة. بتقول لها هتلعبي معايا اللعبة دي إزاي ودي تقاليدِك ما بينِك أنتِ ومامتِك. أميرة بتقول لها أنا عايزة أكمّلها معاكِ. والجدة هنا كانت هتقول نفس كلامي، عايزاني أقول لِك شوية عن التقاليد؟ بتقول لها لأ خلاص يالّا نلعب. أرمان بيقول له أنا عايز أقول لك على حاجة، لو روهيت هيرجع البيت هيكون الفضل لأبير، وأنا باشوفك على طول بتكلمها بأسلوب وِحِش. يا ابني لو كان ظروف زواجكم كان وِحشة، بس خلاص أنت اتجوزتها، يا ريت تعملها بطريقة أحسن من كده. هي بتقول لهم وأنا كمان كلمتها بأسلوب وِحِش، بس المهم عندي إن هُم يكونوا مبسوطين مع بعض. روحي وأبيرة بيلعبوا اللعبة، روحي بتقول لها أنا اللي فزت وأنتِ حزنتِ، مش قُلت لِك القرارات مش بتتاخد باللعب؟ فكري كويس وشوفي أنتِ عايزة تعملي إيه. أبيرة بتقول لها طب أنا هافكر لوحدي ليه؟ أنتِ كمان فكري في اللي أنا قُلته لِك بخصوص روهيت. هي بتدخل غرفتها وتبُص في المراية وبتفتكر ذكرياتها مع روهيت وقد إيه كان بيحبها وبيحتويها وبيحترمها كمان. كمان أرمان لمّا قال لها إحنا ما ينفعش نكون مع بعض وأنا نسيتِك خلاص. بتقرر إن روهيت لمّا يرجع يبتدوا حياة جديدة مع بعض وهتنسى أرمان. يظهر والد أرمان وبيحاول يتصل بروهيت بس مش بيرد عليه. بيدخل رجال الشرطة بيقول لهم انتوا عايزين ايه وبيفتكرهم لعبة زي اللي لعبوها في راس السنة. تجاهل الكلام معاهم وأميرة بتقرب منهم بتقول لهم ممكن تقولي لي ايه اللي حصل. روهي بتجهز نفسها عشان خاطر تستقبل روهيت، تقول أنا اديت قلبي لأرمان لكن حياتي كلها هتكون لروهيت وتكون سعيدة جدا بقرارها. تقول روهيت عمل كتير عشاني وده دوري أعمل زيه. بهيرة بتكون قلقانة وبتقول لرجال الشرطة ممكن تقولوا لي أنا من العيلة. الشرطي بيقول لها موضوع بخصوص روهيت. بتكون بتجهز نفسها وبتجهز لحياة سعيدة هي ورهيت ويكونوا مع بعض على طول. شوف أرمان وهو واقف في الحديقة وبيجهز احتفال جميل عشان روهيت لما يجي. رجال الشرطة بيكونوا مش عارفين يقولوا لهم الخبر ازاي وبيجهزوا نفسهم وأبيرة بتقلق جدا وبتتصدم لما بيقولوا الخبر. أبيرة بترجع ورا وبتتصدم في والد أرمان اللي بيكون واقع على الأرض من الصدمة. شوفوا أبيرة بتكون مش عارفة تعمل ايه وبيكون أرمان بيجهز الاحتفال بأخوه. أبيرة بتجري وبتنادي عليه يمسكه من هدومه وبيحس بيها وبيقول لها مالك في حد قالك حاجة مضايقاكي؟ انت لسه زعلانة مني؟ ممكن ما تعيطيش طب قوليلي ايه اللي حصل. بتكون روحي واقفة وبص عليهم وشايفاهم. بهيرة بتبص لأرمان قوي ومش عارفة تقوله ايه. بيقولها ايه اللي حصل بتقوله ما حصلش حاجة. بيقولها ما انت بتعيطي ليه؟ بهيرة بكل حزن بتقوله روهيت. بيتخض جامد بيقولها روهيت ماله روهيت. روحي بتاخد بالها من الكلام قوي. بهيرة بتقوله روهيت اتعرض لحادث ومش لاقيينه. وهنا بتنتهي حلقتنا متنسوش اللايك والاشتراك في